الله 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 الله. الصحفي الفرنسي غومان مولينا يفضح المستور. قال لك اسيدي المنتخب السنغالي من يمشي يلعب كاس افريقيا في المغرب اصطحب مع 17 سحار ومش عويد. لا 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 لا. منتخب الحروزه والمنسحبين دا مع جوج ديال المنتخبات، منتخب غادي ينافس فوق الميدان في عالم الانس ومنتخب غينافس ضد الجن في العالم الاخر. هادو راه قالوا الفرعون اللي جمع السحره ضد سيدنا موسى عليه السلام ما عرفتو والو. عرفت شنو هي 17 مشعوذ وسحار؟ الله لا يكون غير قدمتو الكاستينغ ديال هاري بوتر فيرسيون السنغال والله العظيم. عرفت شنو هي 17 سحاره صاحبي؟ قال لك لا حنا راه مسلمين وكنبنيو المساجد وصاديو ماني ولا اله الا الله محمد رسول الله. راه الشرك بالله عين باين. ديك المغرب يمثلوا القاره الافريقيه. لا لا خويا حنا ما كنمثلوش هذا الزعت هذا، اسمح لي والله العظيم. انا بعض المرات تنقول لكم غير ما مشينا داك نصف النهائي كاس العالم وعطينا 9 المقاعد الافريقيه حيت هاد الشرا بزاف اصاحبي. عرفت شنو هي 17 مشعوذه صاحبي؟ راه الخيال العلمي. قال لك خوتنا اش من خوتنا خويا، اش من خوتنا اش بينا وبينهم اخويا؟ دوك الناس عندهم عالمهم بوحدو وحنا عندنا عالمنا بوحدو. قال لك اخوه اش من اخوه؟ بام جاي وجايب مع الحلوزه بنا نرش لك التيرانات وكيحط لك الحلوزه في البارات ديال الكول. اش اخويا الحماق هذا؟ Que ce soit Achraf Hakimi ou Ismaël Saïbari, les gars, je comprends leur comportement maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus clair. La vérité prend l'escalier. Donc je présente mes excuses à Achraf Hakimi, à Ismaël Saïbari et à tous les joueurs du Marocain, même à tout le peuple marocain. Voilà, pour ceux qui ont été heurtés par voilà, les moqueries qu'on a eues sur Saïbari et Hakimi. On a bien rigolé, voilà, on vous a fait un pressing monumental, mais au final, on sait pourquoi vous avez fait ça, les gars. D'accord? Donc on sait pourquoi vous avez fait ça. Très sincèrement, c'est catastrophique. Même Papcha aussi, il a quitté le terrain, c'est sans doute par ordre de ces gens-là. C'est catastrophique, les gars. On va pas parler longtemps, c'est catastrophique, les refs. Il n'y a que cet homme que je respecte. Et tous ceux qui sont restés sur le terrain, pardon. Voilà, Sadio Mané, il disait venez, on va jouer comme des hommes, etc. Mais c'est le seul que je respecte. Il y avait d'autres joueurs, un Ghana. Je te rappelle, à la CAN au Maroc, il y a plus de 120 invités. C'est pas trop ni quoi ni comment, dont 17 marabouts, payés par le contribuable. Président Fall, d'ailleurs, avait loué aussi une villa pour sa famille sur le tour de Tanger. Donc en fait, c'était le grand cirque. Je te fous en avant entre 50 et 60 invités, sans réellement savoir qui faisait quoi. Pour donner un indice, il y avait aussi le community manager personnel du président, qui avait pris place d'ailleurs dans l'avion, à la place de Bakary Cissé, un membre du comité exécutif qui à l'époque était en conflit avec plusieurs personnes, dont le secrétaire général Abdoulaye Sow. راه قلت لكم الاخوان البلاد السحرات، راه قلت لكم البلاد السحرات الاخوان. واش عقلتوا ولا ما عقلتوش فاش كان جا الفيضان؟ جا الفيضان سالينا كاس العالم لقينا الفيضان قدامنا. السد اللي ما عمرني ما سمعته، ما عمرني ما سمعته. وليت نسمع انا، وليت كنعرف عندي العلم في علم السدود، ولينا حنا كنهضروا على شد المصيبه. راه قلت لكم البلاد انا اخوتي تهاكات، البلاد تهاكات. كانت حنا خاصنا نجيبوا هذوك كونتر سحور. شوفوا حتى حنا هذوك اللي عندنا كيفسخوا، حنا كيفسخوها الجيب، ما كيعرفوش يفسخوا هذا السحور هذا. جايبين لينا 17 سحاب وتقات لينا بهذوك الفوقيات كيبانوا دايرين كشي طلابه غادي نهار الجمعه واحد متنوات ولا تا ورباع. والله ما كتحشموا بالله. راه خاصنا نبقاو نقولوا لهم السحار هادو وغاديين. وقال لك الجامع وكيصليو وكذا. وشو هذاك المدرب ديالهم الكلب في الجامع ما كاينش زحام، ما عندهم حتى شي مشكل. ومن التيران اللي هما اللي قالوا للجمهور راه غنكونوا في البلاصه الفلانيه في الرباط مع الوقت الفلاني، الجمهور ديالهم هجم عليهم قال لك ما كايناش لا سيكوريتي. وفهمت السطه. واش هادو غاديين كيديروا الناس كيدوا معاهم بسيكياتر وبسيكولوج والناس اللي كيدوهم يعطوهم الموتيفاسيون وكذا، وهادو غاديين معاهم بسطاف ديال السحاره. والسطاف ديال السحاره ها اللي غادي براس ضبع، ها اللي غادي براس قرد، ها اللي غادي براس شيمبان، يا كلشي هادو الحناش كلشي. الحمد لله خوتي ملي صبت هذيك الشتا غسلت هذيك الدنيا كامله. هذيك الفياضه اللي جا راه ما كانش نورمال. كنت كنقول هذاك الشيء ماشي نورمال اخوتي. او حنا جلينا مدون جليناهم. ساخط الوالدين هذو راه خاصهم يبقاو يكونترولاو الاخوان بالرجوله بالرجوله. او الفيديو هذا راك سمعتو خوتي كلشي. تابع الاخوان وديما الجديد. بالنسبه للناس اللي كيضحكوا على اسماعيل السيباري بسبب هذه اللقطه، اجيو تسمعوا شنو قال الصحفي الفرنسي الموثوق رومان مولينا. كشف بان الاتحاد السنغالي لكره القدم جاب معاه 17 مشعوذ ضمن الوفد الرسمي اللي رافق المنتخب السنغالي في كاس افريقيا 2025 اللي تنظمات في المغرب. السنغال مباشره بعد داك البلان اللي داروه معانا في نهائي كاس افريقيا ضربهم الشاتات وتشوهوا قدام العالم وكلشي ولا مطلعها عليهم. والله صدمه يا اخوان. معقول 17 ساحر سنغالي مرافقين لبعثه المنتخب السنغالي في اخر نسخه لكاس الامم الافريقيه والتي اقيمت في المغرب؟ فجرها والله فجرها
الصحفي رومان مولينا الصحفي الفرنسي في تصريح في مقابلة أمس قال أن المنتخب السنغالي وبإشراف الدولة رسميا استعان ب17 مشعوذ ساحر سنغالي مرافقين للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب، وجاب الأدلة وقال أن الدولة قدمت دعوة ل120 شخص سنغالي من ضمنهم 17 مشعوذ. السؤال يا أخوان، أين دور الإعلام العربي من هذه التفاصيل؟ ولماذا هذا التوقيت من الصحفي رومان مولينا؟ لماذا هذا التوقيت بالضبط يعني؟ وهل يعقل أن المنتخب السنغالي اللي تعودنا عليه يروح الجمعة، يعني اللاعبين كانوا حريصين على أداء فرائض الجمعة والصلوات في المسجد، ممكن يتبنوا أفكار زي هذه؟ وين الإعلام العربي؟ وين القنوات الرياضية؟ وين الإعلام المغربي؟ كيف دخلوا هذول المشعوذين 17 مشعوذ دخلوا المغرب؟ وين الأجهزة الأمنية؟ تحركات السحرة هذولا، يعني أنتم إخوان إيش رأيكم؟ يعني هل الأرقام هذه صحيحة؟ وهل هذا الإجراء ممكن حصل فعلا؟ يعني الشيء الغريب في الموضوع التوقيت. لما الآن الصحفي؟ لماذا الآن يتكلم في هذه التفاصيل؟ وهل الموضوع فقط يعني من باب يعني من أجل الشرخ بين المغرب والسنغال والموضوع فتنة، أم أن الموضوع فعلا زي ما تفضل الصحفي السحرة كانوا موجودين وحاضرين وكيف دخلوا البلاد؟ والله شيء أخوان مثير للاستغراب. أنتوا إيش رأيكم؟ انقلب السحر على الساحر. وزارة الرياضة السنغالية تستدعي عدد من مسؤولين الاتحاد السنغالي للتحقيق بعد أحداث كثيرة، ولكن الاستدعاء هذا إلى أبعاد أخرى. أول شيء، صحفي اسمه مولينا كشف أن هناك 17 مشعوذ وساحر راحوا ويا بعثة المنتخب السنغالي لأمم أفريقيا اللي صارت بالمغرب. شنو دورهم بالبعثة ما أعرف. طبيب المنتخب السنغالي طلع طبيب نساء وتوليد، يعني شنو دوره ويا لاعبين منتخب السنغال كطبيب نساء وتوليد ما نعرف، يمكن لازم يشرحون لنا. الشغلة الثالثة، الطباخ مالهم ما أخذوا وياهم الأمريكا لأن عنده قضايا ما أقدر أقولها، فخافوا عليه أنه يعتقلوه. وزارة الرياضة السنغالية استدعت مسؤولين من الاتحاد السنغالي للتحقيق، وطلبت من جميع المسؤولين في الاتحاد السنغالي واللاعبين التوقف عن الظهور الإعلامي والتصريح نهائياً بسبب الأبعاد السيئة لتصريحاتهم. ولكن الاستدعاء هذا من وزارة الرياضة قد يسبب مشاكل للسنغال، لأن أي تدخل من وزارة الرياضة في عمل اتحاد الكرة السنغالي، الفيفا ممكن يوقف الاتحاد السنغالي عن العمل. ولا ننسى أن منتخب السنغال مقبل على تصفيات أفريقيا اللي راح تصير بشهر 9 و10 المقبلين، فشنو راح يصير وياهم؟ أنا بصراحة أتحرق شوقا. في صحفي فرنسي النهارده ادى منتخب السنغال واحده كده في المقص، قال ان هم اصطحبوا 17 ساحر معاهم في الكان اللي كان في المغرب. انا بس الحاجات دي بعلق عليها ليه؟ لانه في ناس كتير جدا، انا مش بتكلم هنا على سنغاليين او غير سنغاليين، انا بتكلم في العموم، مش بحدد يعني، مش بخص حد بالذكر ده يعني، ولكن بقول ان في ناس كتير جدا سنوات طويله يقول لك المغاربه بيكسبوا بالسحر وبيعملوا بالسحر، وكل ما تجيب لحد سيره المغرب دول سحارين المغاربه دول. واللي بيكتشف في الاخر وبيتضح قدام الناس كلها انه المنتخب اللي رايح المغرب عشان يلعب ضد المنتخبات ولاعب المغرب في الفاينل جايب معاه سحرة. ومش احنا اللي قلنا، ده صحفي فرنسي قال الخبر. ولو السنغال دلوقتي ما عملتش ده المفروض تطلع تنفي الخبر. في حد من السنغال ده في الخبر؟ لا، مفيش حد. فبس يا جماعه بعد كده بس الحاجات دي والله يعني المغاربه طيبين جدا واجتهدوا جدا على نفسهم واشتغلوا على نفسهم، فربنا عشان نيتهم صافيه بيخلي العالم لوحده يكشف لك ان هم ما عملوش حاجه، وان انت قعدت تقول سحر سحر سحر، او السنغال هي اللي كان معاها 17 ساحر. لا حول ولا قوه الا بالله. Bah voilà, le pressing est clairement mérité les gars. Voilà, les 17 marabouts sénégalais quand on a parlé. Ah, en mode, ils étaient en mode Namita Hamita, Mohamed. Quoto. Mais pourquoi faire? C'est ça la question, pourquoi faire? Tu ramènes 17 marabouts dans une compétition internationale. Moi-même, qui suis sénégalais, les gars, c'est la honte. Wallah, c'est la honte. Si tu comptes sur des marabouts pour gagner une compétition, le pire, c'est que... Frère, c'est du shirk, mon frère, comme jamais.
En plus, là, t'en as pas ramené un, t'en as ramené 17. Pourquoi faire? C'est la question que je me pose, en fait. Tellement c'est une dinguerie. Après, il y en a, ils voient le maraboutage, tout ça, ils voient ça. Pour eux, c'est même pas du shirk, c'est normal. Astaghfirullah, frère. Mais pourquoi faire? Là, on parle quand même si t'as ce genre de croyance. Mais laisse ça. Laisse ça. Non, vas-y, naam, on sait que la sorcellerie, ça existe. Ça existe, mais ça veut pas dire que... Frère, tu fais ça, tu sors de la religion, c'est de la mécréance, mon frère. Ouais, carrément, vas-y, voilà. C'est mon truc.